السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ورب تكونوا جميعا بخير. بنهاية مباريات الجولة الأولى بالنسبة لأول 4 مجموعات في كأس آسيا 2024، واللي شهدت نتائج متفاوتة للمنتخبات العربية، واللي أصبح ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى: المجموعة الأولى في الصدارة قطر ب3 نقط، ثم الصين في المركز الثاني بنقطة، وفي المركز الثالث طاجستان بنقطة، وفي المركز الرابع لبنان بدون نقط. بينما المجموعة الثانية في الصدارة أستراليا ب3 نقط، وفي المركز الثاني سوريا بنقطة، والمركز الثالث أوزبكستان بنقطة، وفي المركز الرابع الهند بدون نقط. بينما المجموعة الثالثة في الصدارة إيران ب3 نقط، وفي المركز الثاني الإمارات ب3 نقط برضه، وفي المركز الثالث هونج كونج، وفي المركز الرابع فلسطين. بينما المجموعة الرابعة في الصدارة مشتركة ما بين اليابان والعراق، ولكل منتخب 3 نقط بعد فوز المنتخب العراقي على اندونيسيا. بينما في المركز الثالث فيتنام بدون نقط، وكذلك اندونيسيا اللي بدون نقط، واللي متبقي 3 مباريات عشان تنتهي مباريات الجولة الأولى ويتم حسم ترتيب المجموعة الخامسة والسادسة، واللي في الجولة الثانية هنكون قدام مواجهات مرتقبة وقوية جدا للمنتخبات العربية. تفتكروا يا ترى ترتيب المجموعات ممكن يكون عامل ازاي بعد مباريات الجولة الثانية وبالأخص للمنتخبات العربية؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة، وسلام.